لا تنحني إلا لله. جيشنا صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة، وتاريخنا مكتوب بدماء الأبطال الزكية. من يمس شبرا من أرضنا سيذوق جحيم النيران وغضب الأسود. ما اخترناه. أننا جايين من حرب مضطرين، جينا فتحت لنا البوابة ودخلتونا، قلت لنا سوريا آمنة. لما خشينا للأسف الشديد يوميا أننا بننضرب، اغتصابات، نهب، أننا حتى داخل الخيم ما بنقدر الواحد يطلع تليفونه عشان يتكلم. من المغرب يأذن كلنا نخش الخيم. لاجئ سوداني شاف مجند من الجيش المصري في المترو وانت تقريبا راجع من خدمته او حاجه، فراح قعد جنبه وبدا انه يساله اسئله غريبه عن خدمته وعن الجيش او كده. فالمجند المصري اللي هو يعني مننا، يعني لا هو مرتزق ولا هو من دوله تانية ولا هو من جنسيه تانية، مجند في الجيش المصري هيبقى طبيعي ان هو ينتمي للشعب المصري. شك فيه وشك في اسئلته وحاول ان هو يتحفظ عليه وعشان ما يمشيهوش تمهيدا لانه يسلمه للشرطه المصريه، لانه مش حاجه عاديه ابدا ان حد يسال مجند او ضابط جيش او اي حاجه تخص الجيش المصري. طب هو بيسال ليه؟ طب هو عايز ايه؟ وكان في لهجته شيء من السخريه او كده. فكأي حد، وخصوصا لو حد بقى بينتمي للجيش المصري من اكبر رتبه لاصغر مجند في الجيش، طبيعي ان هو مش هيعدي حاجه زي دي، وطبيعي ان هو لازم يتحفظ على الشخص دوت ويسلمه للشرطه عشان يعرفوا مين الشخص ده وراه ايه وبيسال الاسئله دي ايه. السيء في الموضوع هو السيده قعدت تتحايل على المجند ان هو يسيبه. هل انت كنت عارفه الموقف؟ طيب انت راحه تتحايلي على اساس ايه؟ راحه تتوسطي له عند المجند ليه؟ وخصوصا ان انت شايفه ان هو يبدو ان هو واحد من جنسيه اجنبيه، يعني مو وارد يكون عامل مصيبه، وارد يكون عامل حاجه، انت على اي اساس راحه تتوسطي له عشان يسيبه؟ على اي اساس؟ للاسف السيده دي بتمثل الغالبيه العظمى من الشعب المصري، ان الشعب المصري عاطفي، دايما اللي بيحركه هو مشاعره وعاطفته، مش بيفكر بالعقل الاول قد ما بيفكر بمشاعره وبعاطفته. فهي السيده دي ما فكرتش في اي حاجه غير ان صعب عليها عيل صغير مثلا مجند او كده، فصعب عليها، وخصوصا انه كان عمال يتحايل عليه ان هو يسيبه والكلام ده، بصرف النظر بقى ان ممكن تصرفها دوت يلهي المجند فالواد يهرب، او ممكن الواد اللاجئ دوت يكون معاه سنجه، معاه مطوه، مع اي حاجه يطلعها فيأذيها هي شخصيا. لا، هي ما فكرتش كل دوت، هي فكرت في ان هي تروح تتوسطه بس عند المجند. فده مثال لحد في مصر بيخاف على بلده، اللي هو المجند دوت، حد بطل مصري بيخاف على بلده وبيغير عليها. وفي مثال تاني للاسف لحد ما بيخافش على بلده ولا حريص على امنها، وكان كل تفكيره بمنتهى العاطفيه، والعاطفيه دي ما بتخدمش بلاد وما بتقومش بلاد ولا بتخلي بلاد تتقدم خالص. لو كل السلطات وكل الناس القائمه على اي دوله في العالم فكرت بمشاعرها وبعاطفتها مفيش دوله هتقوم. فشكرا للمجند المصري، وشكرا لكل حد زي المجند المصري بيشوف شغله وبيغير على بلده وبيحافظ عليها من مكانه. وعاشت مصر قويه وعصيه على كل مخططاتكم ومؤامراتكم.